السلام عليكم. قبل ما نبدأ، لو سمعاني دلوقتي وانتي تعبانة ومش قادرة تركزي وحاسة ان كل حاجة تقيلة عليكي هتعمليها، أحب أقولك ان انتي في المكان الصح، ومش لازم تعملي أي حاجة. اقعدي اسمعيني شوية وهتغيري فكرتك وهتقومي بكل طاقتك ونشاطك، ولا حتى عايزاكي برضو تقتنعي بكلامي كله. خدي اللي انتي حباه على قد طاقتك يعني. احنا بس قاعدين سوا كأننا في آخر اليوم، والدنيا هديت خالص والكلام طالع من غير مجهود، عشان اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. خدي نفس، ومش نفس عميق قوي كمان، على قدك خالص، وطلعي برضو براحتك خالص. الحلقة دي مش علشان أصالحك ولا علشان أقولك تعملي إيه، ولا نقنعك إن أنتي قوية غصب عنك. الحلقة دي علشان أقولك الحقيقة، الحقيقة اللي يمكن محدش قالها لك قبل كده، إن أنتي مش ضعيفة، أنتي بس تعبانة، محتاجة وقت وترجعي تاني. إحنا ليه أول ما بنتعب بنمسك نفسنا جلد، دب دب طخ طخ؟ ليه بنعمل كده؟ ونفضل بقى نقول لنفسنا أنا بقيت ضعيفة، أنا اتغيرت، أنا مش زي زمان، غيري مستحمل وأنا لأ، إشمعنى أنا؟ مين اللي قال إن التحمل بطولة؟ ومين اللي قال إن الوجع امتحان قوة؟ احنا اتعودنا بنقيس نفسنا على لحظة وننسى السنين اللي فاتت. انت بتنسي انك شلت كتير، وعديتي بحاجات صعبة، وكملتي وانت مكسورة من جواكي عادي جدا وكأن مفيش حاجة حصلت. الفرق الحقيقي بين الضعف والتعب، وخلينا نوضحه بكل هدوء. الضعف انك بتقفلي باب المحاولة، انك بتقولي خلاص انا مش هحاول تاني، انك استسلمتي من غير وجع. لكن التعب بيجي بعد محاولات كتيرة، وبعد صبر طويل، وبعد ما بتستنفذي طاقتك كلها. هنا بقى التعب بيجي من ايه يا سنبلة؟ بيجي من كتر التفكير يا قمراية، من كتر المسؤولية، من كتر السكوت، من كتر انك القوية دايما independent woman طول الوقت. كله شايفين البنت القوية اللي بتشيل وبتستحمل، شايفين مش عارفة ايه، شايفين قادرة تعدي ازاي ولسه واقفة على رجليها. كل ده وانتي اصلا بتنهاري ومتكسرة من جوه. التعب معناه انك كنت قوية بس اكتر من اللازم، شلتي شيلة اكتر من طاقتك، ضغطت على نفسك بما فيه الكفاية. خليني اسألك سؤال وجاوبي عليه بينك وبين نفسك. هو انتي تعبانة من دلوقتي ولا من زمان وساكتة؟ ومن قد ايه وانتي بتقولي مش وقته هعديها؟ وبعد كده انا ياما عديت باللي اصعب من كده، ما جيتش على دي بالمرة. ومن قد ايه بقى وانتي مأجلة نفسك ومش واخدة بالك ان التأجيل ده بيوجع وبيكسر وبيهد وبيشيل حتى روحك وبيطفيها. اسمعيني كويس، انتي مش مطالبة ابدا انك تكوني شاطرة ولا ثابتة ولا قوية ولا فاهمة كل حاجة من حواليكي. انتي مطالبة بحاجة واحدة بس، انك تكوني رحيمة بنفسك. مش طول الوقت يا ستي، بس من وقت للتاني افتكريها. الرحمة مش ضعف، الرحمة شجاعة. إنِّك تعترفي إنِّك تعبانة من غير ما تبرّري، ومن غير ما تعتذري، ومن غير ما تقارني نَفْسِك بأي حد. دايمًا بتكون في حاجة إنِّك محتاجة تسمعي كلام أنتِ نَفْسِك بتحتاجيه. مش كل تعب لازم يبان، ومش كل وجع بيكون ليه اسم. في تعب مثلًا من الناس، من الخيبات، من المحاولات اللي ما بتنجحش، من إنِّك دايمًا اللي فاهمة، أنتِ فاهمة، فاللي فاهم تعبان. وفي تعب بيتشاف بس مش بيتحس. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى مش بيطلب منِّك تكوني صلبة طول الوقت، ولا قال إن الراحة حرام. لأ، ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إيه؟ يعني لو وصلتي لآخر طاقتك من غير تقصير، ده الحد، خلاص وقفي على كده. ربنا شايف. الدموع بقى بتنزل فجأة، والقلق اللي بيدخل من غير سبب، التعب اللي ملوش اسم، النوم المتلخبط واللي متقطع. مادام بقى ربنا شايف، يبقى ساعة الجبر جاية.
استنيها وخلي عندك يقين إن ربنا شايفك وسامعك وهيحقق لك كل اللي انت عايزاه وهيطمن قلبك كمان. أنا بقى مش هقولك إن بكرة كل حاجة هتتحل ولا إنك هتصحي أقوى ولا إن الوجع هيختفي فجأة. أنا بس هقولك حاجة يعني من قلبي، يا رب كده توصل لقلبك، إن التعب بيروح حتى لو طال وقته، وحتى برضو لو واحدة واحدة. خدي وقتك وما تستعجليش في التعافي أبدا. ومش مطلوب منك حتى إنك ترجعي زي زمان، مفيش حد بيرجع زي زمان. احنا كل ما بنتقدم بعمرنا وكل ما بندخل في أي تجربة بنطلع أقوى وأنضج وفاهمين الدنيا أكتر. ممكن تبقي نسخة أهدى، ألين، أحن، هديتي من عصبيتك شوية، غيرتي مفهوماتك عن حاجات كتير، اتعصبتي وجبتي سقف العصبية وجت على صحتك وجت على اللي بتحبيهم. فنجرب طريق تاني. زي ما أتقنا العصبية ممكن نتقن الهدوء، زي ما أتقنا الفوضى ممكن نتقن الترتيب، زي ما أتقنا اختيار الأصدقاء اللي مش قد كده ممكن ندعي ونتقن اختيار الصحبة الصالحة. وانا بختم عايزاكي تاخدي الجملة دي وتحطيها كده جوه قلبك، ان انتي مش ضعيفة، انتي تعبانة، والتعب له راحة وبنرجع اقوى من الاول. لو النهاردة كل اللي قدرتي تعمليه انك تسمعي الحلقة دي فدي كفاية. ولو برضو قدرتي تطلعي بحاجة واحدة من الحلقة دي فدي برضو كفاية، وانا مبسوطة قوي بكده. سؤالي ليكي قبل ما اسيبك، ايه اكتر حاجة تعبتك وسكت عليها؟ ولو مش قادرة تجاوبي دلوقتي سيبي السؤال معاكي، وأوعدك الإجابة هتيجي لما تكوني جاهزة. أشوفك في الحلقة الجاية ونكمل سوا، مش جري مش ضغط، خطوة هادية بشويش قوي ناحية النور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.